ايوه احنا اخر انبساط. طب احنا اخر انبساط. الف سلام علينا بالطيبة خلاص خفينا وبقينا مش واقفين على واحد علشان واقفين على رجلينا. الف سلام علينا فوقنا من الوهم صحينا والله غلطنا ما استحملنا وعلى الاطفال. لو انتوا فاكرين ان ديت كنت حاطه فيها اوضه النوم من الاول، طلعت فيها اوضه الاطفال لان هي اصلا كان اساسها اوضه الاطفال وانا كنت مطلعه اوضه النوم فيها. ثانيه واحده يا رهفتي. وهنا كده اوضه الاطفال. كانت الاوضه التانية اللي جوه كانت ضيقه، ما كانش عيالي بيعرفوا يلعبوا فيها، فروحت جايه مطلع لهم ديت هنا عشان يعرفوا ان هم يلعبوا كده. ديت واسعه عليهم. التانية هندخلها دلوقتي ونشوفوا ايه، هوريكم انا قصدي ايه. هنا كده زي ما انتوا شايفين. زي ما احنا كده شايفين. زي ما احنا كده كنا شايفين كانت ديت اوضه الاطفال. هنا بقى هندخل بقى على اوضه النوم. معلش رجعنا تاني. معلش المونتاج بوظ معايا الدنيا. عايزاكم بقى تقولي لي رايكم في اوضه الاطفال الاولانيه ولا اوضه الاطفال التانية اللي هتبقى في اخر الفيديو، انهي فيها احلى. بس انا عملتها كده عشان العيال يعني يعرفوا يلعبوا. التانية ما كانوش بيعرفوا يلعبوا فيها خالص. ديت ما شاء الله واسعه وكبيره زي ما انتم شايفين، وفيها مساحة كبيرة خالص ان هم يلعبوا، واخدة اللعب بتاعتهم والعجلة والكراكيب بتاعتي انا. هنا كده الصالة. واشتريت الحفاظات ديت، الحفاظتين دولت. انا في الفيديو الاولاني كنت حاطة السجادة بتاعتي، انا بقى اشتريت دولت. هنا زي ما احنا شايفين كده داخلين بقى على اوضة النوم. هنا اوضة النوم، هنا الجزء ده فيه الحمام واوضة النوم والمطبخ. ديت بقى اوضه النوم، بصوا ضيقه ازاي، يعني واخده الاوضه بالعافيه. التانية بقى كان فيها السريرين والدولاب والكراكيب، فكانت ضيقه خالص. يعني هي بصوا على قد اوضه النوم بالظبط. واصلا اول ما اتجوزت